السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقالي يومين كده بشوف صورة متخلفة كده بتلف عند الخرفان. صورة الرئيس السيسي واقف والملك ابن زايد قاعد، رئيس دولة الامارات قاعد بيمضي باين. يعني هما ما يفهموش حاجة في البروتوكولات بقى والكلام ده ولا اي حاجة، بس هما لازم يطلعوا اي هوكس. طب يا ترى لما انت شيرت الصورة دي، ما شفتش الصورة دي او الصورة اللي بعدها؟ شفتهاش؟ انتم ليه بتصمموا تبقوا متخلفين؟ يعني انتوا كده كده متخلفين. والله العظيم احنا حتى لما بنقول لكم يا خرفان بنظلم الخرفان اصلا، لان ما ينفعش تبقوا خرفان، لان الخرفان بتفهم عنكم، بتبقى عارفه مكان زريبتها، بتبقى عارفه اكلها، بتبقى عارفه شربها، بتبقى عارفه الاتجاه اللي هي بتروح فيه. فاحنا بنظلمهم لما نقول لكم انتوا كده. ايه بقى ايه الميزه اللي انتوا بتعملوها علشان تطلعوا الصوره دي وتقولوا ده لازم يعرفنا ايه اللي بيحصل، وباع البلد وباع مش البلد ومش عارفه ايه؟ طب باع ايه؟ هو ليه الاستثمار عندنا احنا بالذات اسمه بيع؟ مصر امتلكت حاجات في السعوديه، وفي مصريين في الامارات برضو امتلكوا حاجات، وبيمتلكوا بره في الدول الاوروبيه، في كل مكان. قطر نفسها مالكه في تركيا، يبقى كده اردوغان باع تركيا، وبرضه في اجانب ممتلكين في قطر، يبقى كده برضه تميم باع قطر. عايز اعرف والله العظيم يا خرفان، ما هتنولوا من مصر ولا من الجيش ولا من رئيسها ولا اي حاجه. المشكله ان انتوا بتتفضحوا ومفضوحين في كل مكان، سبحان الله. تونس خربتوها، كان اللي بيحكمها اخوان. السودان خربتوها، واللي كان بيحكمها برضو اخوان. تركيا اردوغان لما كان معوج كان خاربها برضو، اقتصادها برضو بقى زي الزفت، والدولار برضو عندهم غالي عن الليره، بس احنا نايمين عشان احنا مركزين في مصر بس. ده غير طبعا الاعلام المتخلف اللي مدفوع له، ده امر طبيعي. لما اردوغان ابتدى ظبط بلده، المعارضه طبعا قالوا ازاي انت رايح علشان شويه خرفان تعادي مصر؟ ما ينفعش. ف على دماغه هو وتميم، ورجع للبلد واتصالح مع مصر، وبقى بيبوسوا الايادي. تيجي انت يا خروف تنزل صوره ملاش اي 30 لازمه؟ انا نفسي اعرف انتوا ملتكم ايه. سيبكم من ملتكم، ما تلزمنيش. انتوا لما بتنزلوا بوست اهبل زي ده ما بتبقوش مكسوفين؟ انا والله العظيم عتابي مش عليكم، عتابي على المتخلفين اللي بيصدقوكوا، اللي بيمشوا وراكم. يعني عتابي على المتخلفين اللي بيمشوا وراكم، اللي بيصدقوكوا اصلا. يا خرفان والله العظيم انتوا حالتكم صعبه، مهما عملتوا مش هتنوروا من مصر، والله العظيم مهما عملتوا. اقسم بالله انتوا اللي زيكم لو حصلت حرب في مصر هتبقوا في اول صفوف العدو. والله العظيم هتبقوا في اول صفوف العدو، وده امر طبيعي وده امر مفروغ منه، كلنا عارفين كده. اهدوا يا خرفان على نفسكم كده، علشان في ناس بتفضحكم وبتفضح اللي انتوا بتعملوه، انا واحده منهم. فاهدوا كده كده كده، كل شويه ادوكوا على قفاكم واكدبكم، ومفيش حد فيكم بيعرف ينطق معايا ولا مع اي حد مؤيد. فاهدوا يا خرفان كده على نفسكم علشان صحتكم. يلا في داهيه.